دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. كيف كتشوفوا في العنوان هذا الجزء الثاني من سلسله الاكتئاب. كيف كتشوفوا غادي نهضروا على العلاقات السامه وكيفاش الحب كيولي سبب في الاكتئاب. شي مرات كنعيشوا في وسط واحد العلاقه كنظنوا انها حب، انها اهتمام، انها عاطفه، ولكن في الحقيقه كنكونوا في وسط واحد الدوامه سامه كتمص منا الطاقه وكل فرحه وكل احساس بالراحه. اليوم في هذا الجزء هذا من سلسله الاكتئاب غادي نهضروا على علاقات سامه كيفاش كتخلينا نوصلوا للاكتئاب، وغادي نشوفوا ايضا كيفاش نخرجوا منها. العلاقات السامه ما عمرها ما كانت عنف او سب. بعض المرات كتكون في واحد العلاقه اللي كتبان من برا هادئه، ولكن كتدمرنا من الداخل. شخص كيمارس عليك الضغط بلا ما تفيق، كيتحكم في مشاعرك وكيتلاعب بذنبك وديما فكيفاش غادي نعرفوا العلاقات السامه اللي تقدر تدخلنا في الاكتئاب؟ الضغط النفسي المستمر، كتولي ما كتنعش مزيان، ما كتفرحش مزيان، ما كتبقاش كتعيش في امان، وهذا الشيء كيدفع عقلك باش يدخل في واحد الحاله دفاعيه مزيانه. دونك شنو هما العلامات على انك وسط واحد العلاقه سامه؟ اول حاجه، كتخاف تعبر على الراي ديالك، كتعتذر بزاف على حاجات ماشي انت اللي غلطتي فيها، كتحس بالذنب ملي كطلب الاهتمام، وكتولي كتحس براسك بلا قيمه بلا طاقه وبلا نفس. دونك كيفاش نواجه هاد العلاقه هذه؟ كاينين 4 ديال النقاط اساسيه. اول نقطه هي الاعتراف، وهذه هي اصعب حاجه، هي انك تعترف انك في واحد العلاقه مؤذيه، ولكن هاد الخطوه هذه هي صراحه مع النفس. ثاني حاجه، طلب المساعده، هضر مع واحد الشخص اللي كتثق فيه وما تبقاش بوحدك وسط ديك العاصفه. ثالث حاجه، خذ مسافه عاطفيه، حتى لو كنتي كتحماق على ديك البيرسون، راه الحب ماشي مبرر للاذى. دونك العلاقات السامه ماشي حب، هي امتحان لقوتك النفسيه. نتيا ماشي مجبره على تبقاي في وسط واحد العلاقه اللي كتدمرك، كتستاهلي تعيشي في سلم وسلام وطمانينه، في حب حقيقي ما فيهش لا تلاعب لا اذى لا فقدان الذات. دونك الا عجبك هذا الفيديو هذا وكنتي متفق معايا ان الاكتئاب سببه كيجي من الواقع ومن العلاقات ومن الصدمات، فخلي لي كومونتير ولايك، وخليك معايا، مازال السلسلة جايين ومازال غنهضروا في مواضيع اخرى ان شاء الله. دونك في الجزء الثالث الفيديو ان شاء الله مر هذا غادي نهضروا على الطفوله وتاثيرها علينا حنايا وعلى حياتنا النفسيه كبالغين. فما تنسانيش لايك وكومونتير، وخليكم في امان الله.